يعني ايه يا مؤيد؟ انت بتضحكي علينا ولا ايه؟ يعني ايه تفريزات ب10 جنيه كده؟ يعني انت بتضحكي علينا بجد؟ يلا تعالوا معايا شوف. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ايوه تفريزات ال10 جنيه. هتشوف فيديو بس شاهدوا الاخر، لايك واكسبلور اهم حاجه. ومش كنتوش اشتركوا في القناه انزلوا اشتركوا في القناه. اهم حاجه هنجربها معانا النهارده يا بنات، مكدوس الليمون المغربي. صراحه ما حبيتش انزل لكم الوصفه الا لما جربته، بس تحفه تحفه بجد يا بنات. هعمله من كيلو ونص ليمون، وفلفل ب10 جنيه، وليمون ب10 جنيه، وجزر ب10 جنيه، أوله ب20 جنيه. كل الحاجات اللي معانا وكل التفريزات اللي هتبقى في الفيديو من أوله لآخره ب10 جنيه يا بنات. أنا معايا كيلو ونص ليمون، ومعايا فلفل حراق وفلفل أحمر، معايا كمان معلقه من حبه البركه ومعلقتين من العصفر، ومعايا هنا معلقه كبيره من الكزبره المطحونه، ومعلقه من الكزبره العاديه، ومعلقه كركم، ومعلقه بابريكا حمراء، وكمان ورق لورا وكمون، ومعلقه كمون صغيره، ومعايا زيت زيتون، ومعايا خل. كل المكونات ديت هنعمل بيها مكدوس الليمون. غير كده كمان يا بنات معايا 3 معالق من الملح ومعلقه من السكر. كيلو الليمون ليه معلقه، يعني النص كيلو ليه معلقه ملح كبيره، يعني كده معايا كيلو ونص، فهعمل 3 معالق ملح ومعلقه سكر يا بنات. تمام. دي كل مكونات مكدوس الليمون المغربي. انا هاخد الليمون بتاعي اغسله كويس وهحطه في ميه بتغلي على النار. هياخد حوالي 10 دقايق بس يا بنات، او ربع ساعه بالكتير. لو انت عايزه تخليه رمضان هياخد معاكي في السلق 10 دقايق بس، اما لو انت هتاكلي منه على طول يبقى ربع ساعه بس يا بنات. هياخد غلوته كده، ويعني بصي ما تطوليش اهم حاجه عليه في الميه المغليه. هياخد بس ربع ساعه غلو، وهتشيليه تغسليه تحطيه في ميه ساقعه، وبعد كده ايه تطلعيه من الميه الساقعه. هنعمل ايه بقى يا بنات؟ الاول هناخد بقى الفلفل الحراق البارد والاحمر. بصوا هنضربه في الكبه كويس خالص زي ما انتم شايفين كده قدامكم في الكاميرا. بصوا الفلفل الاحمر ده جميل قوي في الوصفه دي يا بنات، خاصه لو بارد او حراق. انا حطيت من فلفل احمر بارد وحراق، وفلفل برضو اخضر بارد وحراق. هنحطه كده. هنجيب طبق معانا سلس، اي طبق عندك بقى تنزلي كل المكونات، لان احنا هنخلط كل المكونات ديت مع بعض. تمام. هنزل ب3 معالق الملح ومعلقه سكر يا بنات، هنزلهم على الفلفل. تمام. بعد كده بقى هنزل بالمعلقتين الكبار. هنزل بصي الجزر معروف في السوق ان هو ب20 جنيه، اعتبري دول ربع كيلو يا بنات، يعني ربع كيلو ب5 جنيه. تمام. هنا برضو هنزل المكونات بتاعتي، قلت لكم حبه البركه معلقه، وعصفر معلقتين كبار، ومعلقه كزبره مطحونه، معلقه كزبره ناشفه، معلقه بابريكا، معلقه كركم، ومعلقه صغيره كمون. والورق اللورا بقى مش هنحطه في الوصفه، لا احنا هنحطه ايه في لما نخلص الوصفه كده نحط منه ورق في قعر البرطمان، وفي نص البرطمان، وفي اخر البرطمان. انا هخلط كل المكونات ديت مع بعض. صراحه انا ما حبيتش انزل لكم الوصفه الا لما ادوقها، لما يعدي عليا يومين 3 وادوقها. بس اقسم بالله خطيره خطيره يا بنات. بس فيها معلومه عايزه اقول لكم بقى. اول بعد كده ما الليمون بتاعنا يبرد هجيبه كده على البلانشه واطلع منه البذر. هقسم اقطع الليمون بتاعي 4 ارباع. اهم حاجه البذر يا بنات عشان ما يمررش معانا. بس عايزه اقول لكم ان طعمه بجد طلع خطير. بس في حاجه بقى عايزه اقول لكم عليها. الليمون بتاعي مش كان طازه، يعني كان عندي من فتره من 15 يوم في التلاجة، لان انا استوقت وجبت ليمون جديد، فالليمون ده كان قديم عندي. فاهم حاجه عشان تعملي الوصفه دي الليمون بتاعك يكون طازه. ليه بقى؟ لان انا خدت حوالي ربع ساعه يعني المفروض اصلا كان خد غلوه واحده، يعني المفروض ما خدش ربع ساعه لانه هو قديم اصفر. لكن لما تجيبي الاخضر وتديه ربع ساعه تقدري تتحكمي في الليمونه وتضربيها في الكبه فتضرب معاكي. لكن لما يكون القشر الليمونه قديمه شويه فالقشر بيفصل عن القلب. بعد كده هضربها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا وانا بطلع البذر في ميه بتاعته دي انا مش هرميها، صفيتها وصفيتها من البذر كويس في المصفى زي ما انتم شايفين في الفيديو، ونزلتها على الخلطه بتاعتي. بصوا يا بنات شكله ولونه خطير. هتحطي بقى في وسطه كده معلقه زيت زيتون بس، ومعلقتين خل يا بنات بس كده. وهنضرب كل المكونات كده في بعض في بعض في بعض في بعض. وهنجيب البرطمان بتاعنا مغسول ومتعقم كويس. اي برطمان عايزه تحطي بقى في ازاز حطي، عايزه تحطي في بلاستيك حطي، احنا مش هنحطه في الفريزر يعني. هو طول ما هو مش مفتوح هتحطيه بره التلاجة. فتحت البرطمان يبقى هنحطه جوه التلاجة. بس هو الافضل انك تسيبيه يومين 3 من غير ما تفتحيه، يعني بره التلاجة يومين 3. تمام. لان احنا لو فتحنا عليه واخدنا منه وسيبناه تاني بره التلاجة هيعفن، هيعمل طبقه عفونه بره. لكن احنا بقى هنعمل ايه؟ انا كده نزلت كل المكونات بتاعتي جوه الجردل زي ما انتم شايفين، وحطيت الورق اللورا بتاعي وقلبته كويس. وبعد كده هغطيه بزيت الزيتون على وشه عشان ايه ما يعملش طبقه عفن. بعد كده هغطيه. بس لو فتحته عليه واخدته منه
حطوه بعد كده في التلاجة يا بنات علشان ما يعملش معاكم طبقة عفن. وصلتوا لحد هنا، يا ريت افكر حبايبي الحلوين بلايك واكسبلور، وانزلوا اشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل التفريزات بتاعتنا والوصفات بتاعتنا. بصوا تحفه بجد بجد، شغل فاخر من الاخر. ناخده بقى نحطه في اي جنب بقى في المطبخ. تعالوا شوفوا بقى التفريزه التانية بتاعتنا النهارده. الملوخيه ب10 جنيه. الملوخيه ب10 جنيه. انا كنت جايبه 2 كيلو معاكم في التسويقه اللي فاتت لما قلت لكم هنفرزها مع بعض في الفيديو بعد الخضار بتاع الاسبوع يا بنات. تمام. هتحطي قرنين فلفل باردين وقرنين حراقين، تحطي معلقه كزبره ناشفه، تمام، وحوالي 5-6 فصوص توم ومعلقه سكر. تمام. احنا هنحط بقى ايه. انا هنا مش هعمل الوصفه معاكم لان انا عاملاها في فيديو قبل كده. اللي عايز يشوف وصفه تفريز الملوخيه ينزل تحت في القناه بتاعتي ويشترك في القناه وهيشوفها. انا كده عملتها على طول. بس بجد اقسم بعزه الله لا تقولي لي اي طريقه لتفريز الملوخيه من السنه للسنه خضره وجميله ومحتفظه بالطعم واللون. هي دي الطريقه. هتجيبي ميه مغليه على النار، هتحطي فيها معلقه كربونات ومعلقه سكر، تمام، تغلي كويس. هتنزلي بالملوخيه بتاعتك بعد ما غسلتيها مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما الميه بتاعتها تبيض خالص. هتنزلي تسلقيها كده، تديها غلوتين في الميه بس. وانتي بتغليها حطي فيها معاها الثوم والقرن الفلفل الحراق ومعلقه السكر والكربونات في الميه. تمام. حتى انتوا شايفين قدامكم اهو قرن الفلفل الحراق ظاهر. الكبه بتاعتي ما نعمتهوش كويس بس عادي مفيش مشاكل، ممكن تاكلي عادي الملوخيه كده بقرن الفلفل وهو ظاهر عادي، مفيش اي مشاكل خالص. لو انتي حابه ان يكون قرن الفلفل هو عشان ما تسلقش كويس فما نضربش في الكبه كويس. بس شايفين الملوخيه، شايفين اللون بجد بجد. المطه دي ما تخافوش منها، كده كده احنا عشان الملوخيه تقيله معايا. بعد كده لما بتبرد بكيسها واحطها في اكياس، ولما تبرد خالص وتهدى بحطها في التلاجة. عايزه تشوفي الطريقه زي ما قلت لك على السريع كده طريقتها، بس لو عايزه تشوفي الطريقه نزله فيديو مخصوص لتفريز الملوخيه. بس بجد بجد هي الطريقه دي اللي معتمداها بقالي 3 سنين. تمام. لايكات بقى كتير لايكات عشان ندخل على الوصفه الاخيره. الوصفه الاخيره معانا الفلفل طبعا الاحمر ده. انا كنت قايله لكم في فيديو خضار الاسبوع كان الكيلو وربع ب10 والاخضر كان الكيلو ب10. تمام. انا هجيب الكميه. عايزه اعمل بقى ايه؟ ممكن انت تعملي اخضر على احمر، وممكن تعملي الاخضر لوحده، وممكن تعملي الاحمر لوحده. تمام. انا هنا هحط احمر بارد وحراق مع بعض. هحط الاحمر لوحده لان صراحه في اكلات بتحب الفلفل الاحمر بس، في اكلات يعني انا هعمل هريسه الشطه اصلا، هعمل هريسه الشطه الحمراء لوحدها، وهعمل دقه الشطه الخضراء لوحدها. انا هجيب كل الفلفل بتاعي الاحمر. بصوا طبعا انا عامله كميه على قد اللي انا جبته، يعني واخده نص الكميه في التلاجة والنص التاني هفرزه معاكم. بس بوريكم بالطريقه. انتوا عايزين تفرزوا كميه اكبر من كده عادي. هحط بس معلقه ملح واحده، ما تكتروش لان احنا بناخد من الدقه ديت ولا الهريسه ديت في الاكل، فمش عايزين نملحها قوي. هي معلقه بس ملح هتجري بس الكبه معايا، وحوالي 5 فصوص ثوم. هتضربي هريسه الشطه تنعميها جامد قوي 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 لحد ما تنعم معاكي كويس خالص. بس ما تسيبهاش يعني تجيب ميه، احنا مش عايزينها تجيب ميه، احنا عايزين هريسه الشطه بس ما تكونش جايبه ميه معاكي وانت بتضربيها في الكبه. هتشوفوها دلوقتي معايا. بصوا بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده، انا ضربتها في الكبه ونعمتها كويس بس ما جابتش ميه، احنا مش عايزينها تجيب ميه. انا هاخدها كده طبعا زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا جميله تحفه. انا هريسه الشطه الحمراء دي في قلبي وفعلا. وانا باكل يا جماعه يعني فوائد الفلفل الاحمر ده او الفلفل الاخضر عامه فيه فيتامين سي. انا بحب اكله جدا الفلفل الاحمر المستوي ده. تمام. يلا حبايبي الحلوين، وصلتوا لحد هنا لايكات كتير لان حبايبي الحلوين بيدخلوا يشوفوا الفيديو من غير ما يعملوا لايك. يلا لايكات كتير علشان يشوفوا الفيديو اكبر عدد من المتابعين يا حبايب قلبي. تمام. نزلت بقى ببقيه الفلفل الاخضر، ونزلت معلقه الملح الباقيه والخمس فصوص ثوم، وهضرب بقيه الكميه كلها، وهضرب معاكم كل الكميه ديت بقى. قولوا لي ايه فوائد هريسه الشطه. بصوا جميع الاكل، سمك تلاقي، مكرونه تلاقي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا دقه تلاقي، كفته تلاقي، اي حاجات كتير بتدخل فيها هريسه الشطه بتخلي طعم الاكل تحفه وفي حته تانية. تتبيله الكفته، تتبيله الفراخ، تتبيله المشويات على طول. ما عندكيش طبعا عارفين ان الفلفل بيبقى مستوي كويس ويبقى طعمه ويبقى يعني سعره قليل خالص في الصيف، لان بيوصل سعره في الشتاء 20 و25 جنيه الكيلو، ساعات بيوصل 30. فانت لا ليه احنا يبقى الحاجه قدامنا ويعني بتبقى متوفره ويبقى سعرها قليل جدا جدا، فليه ما نفرزهاش؟ يلا قومي انت وهي فرزوا كل الحاجات اللي موجوده في الفيديو دي معاكي. انا فرزت كميات بسيطه، انت فرزي كميات كتيره لان انا عندي الفريزر صراحه في تفريزات كتير فمليان حاجات. فانا فرزت بس على قد ان انا وكده كده انا بروح السوق فبجيب كل الكميات على قد ما اقدر، انا بجيب وافرز على طول. تمام. دي يا جماعه بصوا جمالات تحفه المنظر
نوعها فنيه احمر واخضر. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. انا ما بحبش اشيل قلب الفلفل يا بنات، لو حابين تشيلوه شيلوه، انا ما بحبش اشيله عشان بدي كده نكهه حراقه في الفلفل بتاعنا. كده انا هكيسه. ما كيستش معاكم الملوخيه، سبتها لانها كانت حاميه فقلت لها تبرد. كيستها كل حاجه كيستها في الفريزر يا بنات، لان انا عندي صراحه العلب بتاخد حيز ومكان كبير في الفريزر، فانا بكيس كل حاجه في الفريزر عادي. بطلع مش اهم حاجه لما بطلع اطبخ ما بخليش الحاجه تفك، لا باخدها متلجه ماشي، علشان كل ما بتفك كل ما هي بتتاكسد ولونها بيتغير. تمام. وصلت لحد هنا واستفدت مني وخدت فكره بسيطه، بس بجد بجد انا بحب اقول لكم جربوا مجدوس الليمون المغربي، لانه طعمه خرافه يا بنات، طعمه خرافه بجد. دي تفريزات النهارده، يا رب يكون نالت اعجابكم. هنا كنت خلصت كل التفريزات على الساعه 10 بالليل تقريبا. قلت بقى نعمل المشروب السحري بتاعي عشان انام بهدوء بقى. ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله اقول لكم على المشروب السحري اللي انا بشربه ده. عملت كوبايه ليه وكوبايه لزوجي علشان نشرب وننام يا بنات. وكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى، يا رب يكون ده لاعجابكم، يا رب يكونوا خرجتوا منه واستفدتوا منه ولو فكره بسيطه بس عن تجربه. جربوا مجدوس الليمون، جربوه وفرزوه كمان، قصدي خللوه رمضان، هتستفادوا منه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.